بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم يا رب، وهنا عليكم وعلى كل حبايبكم، وعقبال كده ايامكم كلها تبقى اعياد وايام حلوة يا رب. طبعا ده غدانا بقى. انتوا عارفين ان احنا جمعنا ايه؟ شم النسيم في العيد، والعيد في شم النسيم، هنقضي المناسبتين مع بعض. غدانا يوم العيد بقى. انتوا عارفين انا عملت الفسيخ بتاعي متأخر، فمش هينفع نفتح عليه دلوقتي، فهنعيد برنجة بس. هنعمل النهاردة يا حبايبي كده ايه، رنجة مع بعضينا للغدا. معانا 3 رنجيات اهو، خيار ليمون وفلفل عشان الرنجة، بطيخة عشان نرطب على قلبنا بعد الرنجة، والبصل طبعا الاخضر. الناس بتقول ما فيش بصل اخضر، شبرا مليانه بصل اخضر. اللي عايز بصل اخضر يجي ياخد من شبرا يا جماعه، اللي مش لاقي في منطقته. بس طبعا البياعين دلوقتي خلاص بقى مشيوا عشان العيد وكده، هما كانوا قاعدين قبل العيد. ماشي يا حبايبي، ده البصل والخس بتاعنا بقى جميل اهوت. هننضف كل الكلام ده، نشيل بقى ونطلع الورق الابيض كده. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا كده، وننضفه كويس. هنشيل برضو الجزء ده بالسكينه ونغسله حلو قوي. والبصل برضو هننضفه كده، نشيل كل الحاجات دي ونمسكه فين؟ تحت الحنفيه بقى. هنضفه معاكم بقى تحت الحنفيه كده والميه. نشيل كل الحاجات دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم دلوقتي. وايه، ونشق البطيخه بتاعتنا برضو، نغسلها غسله كده حلوه، ونروح ايه شقنها ونحطها في التلاجة تسقع شويه. والجو حلو يعني، مش محتاج ساقع، حاجه ساقعه. ماشي يا حبايبي، صلوا بقى على النبي، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، وحطوا لايك. وتعالوا بينا ايه اول حاجه نعملها، نعمل الرنجة. انا بحب اشويها على النار عشان احنا بنحبها يعني حادقه شويه. اللي بيحبها اللي بيحبها بقى حادقه يا حبايبي يشويها على النار. مش بتحبوها حادقه، ممكن تعملوها كده، يعني تقشروها وتعملوها كده من غير النار. ماشي، فانا هشويها على النار. هنروح بقى، يلا بينا نشويها على النار. اهو يا حبايبي، هتحطيها كده من الناحيه دي. الجلد بتاعها ده هيتنفخ ويفرقع. همشيها كلها كده على النار لحد ما وبعدين برضو هقلبها كده لحد ما احس ان الجلد كده خلع من اللحم. ماشي يا حبايبي، اعملها كده وارجع لكم. بصوا كده الجلد بتاعها قشر كله من عليها ازاي اهو بالشكل ده. طبعا البوتاجاز يعني بيتبهدل شويه، هنغسله عادي مش مشكله، احنا طول النهار بنغسل فيه. وممكن تحطها برضو في صينيه وتعمليها على عين البوتاجاز كده عشان البوتاجاز ما يتبهدلش. اخلصها بقى وارجع لكم. بصوا حبايبي اهو، قشرتها كده. ممكن بقى ايه سكينه، احنا بنتعامل كده بايدينا عادي، سكينه وتقطعي الراس وتشقها كده من هنا، نعمل زي الفسخانيه كده. اهو القشر بتاعها بيشتغل على ايدي اهو، سهوله خالص. ماشي يا حبايبي، حطي مشي سكينه او بايدك برضو كده، وهتعملي كده خلاص تطلع معاكي. هنا يا حبايب قلبي، احلى رنجة. بصوا يا حبايبي بقى، انا عملتها كده اهو، نعصر لها الليمون. الفلفل بقى اللي بيحب الفلفل وبيحب الحاجه السبايسي يعني اهو. شويه زيت كده بقى يظبطوا المسائل ويحلوا الرنجة بتاعتنا. بس اللي مش عايزه فيها زيوت، كفايه الليمون والفلفل والكلام ده. ونسيبها بقى منقوعه بقى كده شويه، وناكل بقى بالهنا والشفا. ايه رايكم؟ بصوا الطبق شكله حلو ازاي. بس يا حبايبي نقشر البصل كده. طبعا الاعواد بتاعته دي ما بتتاكلش، وكمان هي بقى دبلانه فمش عايزينها.
ماشي. الراس دي مش هنشيلها كلها، احنا هننضفها بس كده عشان لو حاجه قعدت عندنا ما تبص. اهي ماشي. والخس زي ما وريتكم. اخلص بقى واغسله وارجع لكم. شق بقى البطيخه، ادعوا لي بقى تطلع حمرا كده، نفرح في العيد كده. انا صرفه ومكلفه، ده ب25 جنيه. يلا هروح اشقها وارجع لكم. بس البطيخه طلعت قرعه والحمد لله. ودي الرنجه بتاعتنا الجميله اهي تحفه، والخيار، ودي الخس والايه ده البصل نسيته اهو. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجمال ده وفي الفيديو بتاعنا النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ودايما كده في افراح واعياد ومتجمعين في الخير يا رب ان شاء الله وفي الهنا. وكل سنه وانتم طيبين. واللي بيشوفنا بقى لاول مره مشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.